السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب. انت معاك 1000 جنيه او انت معاكي 1000 جنيه، او لو انت ست بيت معاكي 1000 جنيه، او لو انت راجل كبير معاك 1000 جنيه، او شاب في مقتبل حياته ومقتبل العمر ولسه بيقول يا هادي من 18 ل 20 سنة كده، معاك 1000 جنيه. فكرة فيديو أو مشروع فيديو النهاردة حرفيا هخليك بالألف جنيه دي والله العظيم ويمين اتحاسب عليه، تقدر تكسب في الشهر أزيد من 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه لو أنت كبرت رأس المال بتاعك اللي هو ال1000 جنيه دي. فاكرها لو كسبت في أول شهر ورحت مكبر رأس المال مثلا وما رحتش تضيع المكسب اللي كسبته في أي حاجة تافهة وجبت بضاعة برأس المال الجديد دوت، هخليك توصل ل50 ألف جنيه أرباح في الشهر الواحد. أرباح يعني صافي ربح، بعيدا عن الفلوس اللي أنت بتخصمها عشان تجيب بيها بضاعة من اول وجديد. لو انت مش مصدق فانت يبقى اول مرة تفتح الفيديو بتاعي النهاردة او اول مرة تتفرج عليا، لان الناس اللي بتتفرج عليا بقى لها مدة عارفة ان الافكار بتاعتي فيها مصداقية دايما، وان انا ما بطلعش اقول اي فكرة عبيطة او اي فكرة فيك او مزيفة عشان اجيب كام الف مشاهدة واكتب عنوان مغري والكلام ده. هيخشوا يدعوا عليا وهيخشوا يعملوا لي ديسلايك ومش هيستفادوا حاجة، ولا انا استفدت حاجة بالمشاهدات اللي جات لي على البايظ دي زي ما احنا ما بنقول. فيا ريت تسمعني كده، ولو انت اول مره تتفرج عليا لايك حلو بعد ما تسمع الفيديو واشتراك في القناه كده وادعمني، عشان خاطر فعلا هقولك على فكره مشروع فعلا من 1000 جنيه تقدر تحقق الارباح اللي قلت لك عليها. ايه هو بقى فكره المشروع ده؟ كل اللي عليك قبل ما اقولك ايه هي فكره المشروع انك تقوم تلبس يا معلم وتنزل بكره الصبح على طول تاخد بعضك على اتوبيس العتبه، حبيبتنا اللي احنا بنجيب منها كل حاجه. لو انت شفت يعني المشاريع اللي قبل كده كلها بنروح العتبه على طول. المهم هتروح رايح ونازل فين؟ نازل الموقف بتاع العتبه وتتجه على شارع عبد العزيز. اول ما تنزل موقف العتبه هتلاقيه قريب منك على شمالك على طول، تسال فين يا جماعه، اي حد هناك قول له فين شارع عبد العزيز. طبعا اول ما تسمع شارع عبد العزيز ده دلوقتي مني هتعرف ان مشروع النهارده او فكره مشروع فيديو النهارده هتكون على حاجه تبع الالكترونيات. بالظبط هي مش الكترونيات قوي، ولكن بال1000 جنيه فعلا نقدر نجيب منها كتير جدا جدا ونكسب فيها ملايين الملايين. صدقني مش هتصدق اللي هقولك عليه في الفيديو ده. عارف هنجيب ايه يا معلم؟ حبيبة الملايين اللي كلنا بنجيبها واحنا رايحين الكلية بتاعتنا وراجعين منها، تبقى الونيس الوحيد لينا. السماعة يا جماعة، سماعة التليفون، الونيس اللي بيونس ناس كتير جدا جدا جدا، اغلبيتهم الطلبة سواء بنات او ولاد. وانت رايح الكلية بتاعتك وانت رايح الشغل بتاعك، راجع من الشغل عايز تنعزل عن القرف بتاع المواصلات والزحمة وتعب اليوم، بتقعد كده تسمع المزيكا بتاعتك في ودانك وتروق على نفسك وتنعزل عن الناس دي كلها. طيب كلام جميل يا عم نور، انا عارف انا السماعه 10 جنيه يا عم نور، عارفها اللي بتقعد معاك اسبوع. هي اللي بتقعد معايا اسبوع، بس هي والله مش وحشه قوي. يعني عايز اقول لك ان السماعه دي بقالها سنه ونص او سنتين، عدت ال 18 شهر معايا، جايبها من ايام ما كنت في اولى كليه تقريبا، يعني بقالها سنتين فعلا، عدت السنتين كمان. السماعه دي حرفيا يا شباب نعمة ونقمة في نفس الوقت. احنا بنجيبها مرة تقعد معاك اسبوع ومرة تقعد معاك سنتين زي ما انت شايف كده. حرفيا انا فضلت اهلك فيها لحد ما ربنا رزقني وجبت ايربودز بقى بتاع ودلع وحاجات من الحاجات الحلوة دي. المهم خلينا بقى في مشروع النهاردة اللي هو السماعة الجميلة دي اللي احنا بنشتريها ب10 جنيه. ما بالك بقى صاحبها بيجيبها بكام؟ هي دي بقى التركية اللي هنتكلم عنها النهاردة. انت حرفيا السماعة دي ممكن تقف عليك ب2 جنيه جملة وب3 جنيه جمله. هنروح شارع عبد العزيز نسال فين مكاتب الجمله اللي بتبيع السماعات الجميله ديت، ونروح هناك ونشوف الانواع اللي قدامنا. وخلي بالك السماعه مش بتتباع كده، كان معاها علبه حلوه وعلبه كبيره كده ومتنظمه ومربوطه وشكلها ظريف جواها، فمش هتبان ان هي حاجه رديئه، لا والناس عارفاها كده كده. انت لما بتبيعها الناس عارفاها. المحلات بتبيع السماعه دي من 25 جنيه ل 45 جنيه على حسب المنطقه اللي انت واقف فيها، وساعات بتوصل لل 50 جنيه كمان. وفي الفرش بقى زي ما احنا بنجيب منها كده اللي هم بيبقوا واقفين في المترو، بيبقوا واقفين في الشارع، الكلام ده كله بيبيعوها ب10 جنيه و15 جنيه و20 جنيه برضه على حسب التاجر وعلى حسب الفصال بتاعك معاه. احنا هنروح نشتري بال1000 جنيه بتاعتنا، مش هنجيب بيها كلها ولكن هنشتري على الاقل كمية كبيرة منها، ألوان مختلفة، أشكال مختلفة، في اللي هي بتبقى على شكل سوستة، في اللي على شكل جلد، في اللي على الشكل دوت، في اللي هي بيبقى البسبوس بتاعها ده اللي هو بيخش جوه الودان في جلدة، في اللي من غير جلدة اللي هو بيبقى شبه سماعة السامسونج. أنت اللي عليك إنك تشوف الطلبات بتاعت السوق وتجيبها. أنت مش عارف إيه طلبات السوق، شوف صحابك بيستخدموا سماعات إيه، هي دي طلبات السوق، لأن صحابك هم من العملاء أو المستهلكين اللي في السوق، إحنا فاهم قصدي؟ المهم يا معلم هتروح واخد بعضك، أو لو أنت ست أو راجل أيا كان، يعني زي ما قلت
قلت لكم مش لازم عمر معين، هتروح تشتري الحاجات الحلوه دي. ما تقلقش انا فاهمك تبيعها ازاي، مش هقول لك روح اشتريها دي جملتها حلوه وبعدين هرميك كده ما تبقاش عارف انت هتبيع وتخلص من البضاعه دي ازاي وتكسب فيها. اتقل عليا هروق عليك. تمام. المهم هتجيب السماعات الجميله دي وتروح بيها على البيت. اول ما تروح بقى معاك البضاعه يا سيدي جمله، جبت مثلا يعني 500 سماعه، جبت 200 300 سماعه، المهم وقفوا عليك ال 1000 جنيه بالكميه دي او 500 جنيه جبت بيهم الكميه الجميله ديت. هتروح قاعد تبدا تعمل ايه عشان تبيعها؟ اول حاجه انا مش هقول لك افتح محل، اغلبيه الفيديوهات بتاعتي مش بقول فيها للشباب او الطلبه او الناس اللي بتتفرج عليا روح افتح محل. ليه؟ لان انت اصلا واحد معاك 1000 جنيه، فبالتالي مش هيبقى معاك فلوس تروح تجهز محل وتفتحه وتدفع تامين وتفتح سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. الكلام ده احنا مش في حمله، احنا لسه بنبدا حياتنا بنقول للشباب، فاحنا عايزين طريقه نبيع بيها البضاعه دي ونكسب فيها حلو جدا زي المحل بالظبط، ولكن بدون ما نفتح محل. اذا فهو حل واحد اللي هنلجا اليه في الظروف دي، وهو الفيسبوك او الاو ال اكس. هتفتح او ال اكس وتبدا تعرض عليه الحاجه بتاعتك، او هتفتح الماركت بليس وتبدا تعرض عليه الحاجه بتاعتك، او تنزل في المنطقه عندك يا معلم وتروح لجيرانك وتقول لهم معايا سماعات حلوه وبفتح مشروع، وتشرح لهم وضعك وان انت بتبدا حياتك، وهتبيع لهم كتير قوي. انت ممكن تخش بيت اسره واحده تشتري منك 3 4 سماعات. كل الناس بتستخدم الهاند فري دلوقتي، تروح داخل على اصحابك يا شباب انا بفتح مشروع شجعوني عايز ابيع، هتلاقي نفسك بعت لك 100 سماعه حواليك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه اللي بعد كده هي انك بقى زي ما بقول لك تصور السماعات بتاعتك صور جميله كده وتحط سعر اقل من سعر المحل على الماركت بليس او على او ال اكس او الجروبات في الفيسبوك او جروبات التليجرام او جروبات الواتساب. تمام. وتبدا تشهر نفسك وتعرض الحاجات بتاعتك بكميات كبيره جدا. هتلاقي نفسك مش ملاحق حرفيا على الاوردرات اللي بتجيلك من الفيسبوك او على او ال اكس. ناس كتير انا عايز سماعتين، انا عايز 3، انا عايز 5، طب هات لي 4، طب لا بلاش 25 بلاش 30 جنيه خليها ب 20 جنيه احسبها لي واخد 5، احسبها لي واخد 10 سماعات منك. هو اصلا هياخدها عايز يسترزق فيها وهو ما يعرفش انك جايبها جمله بسعر اقل من كده بكتير. السماعه واقفه عليك ب 3 جنيه 5 جنيه يا عم، هنقول 5 جنيه بعتها ب 20 جنيه فانت كسبت 300%. كسبت 3 اضعاف سعر السماعه، جايبها ب5 بعتها ب20، كسبت 3 اضعاف 15 جنيه في الواحده. احنا دلوقتي مش هنبص انك كسبت في الواحده 15 جنيه، هنبص انك بعت او كسبت ال 15 جنيه دي في الواحده، لكن انت بتبيع بال100 واحده، بتبيع كميات. فاهم قصدي؟ فاضرب ال 15 او ال 10 جنيه اللي انت بتكسبها ربح في الواحده دي في 100 واحده في 200 واحده، هتلاقي نفسك بتكسب بال2000 بال3 بال5 انت وبيعك في الشهر الواحد. فاهم قصدي؟ المشروع جميل ظريف حلو عجبني جدا. اول ما سمعته اول ما اتكلمت مع صاحب محل موبايلات بجد فعلا الفكره بتاعته عجبتني جدا. انا بحب اروح كده الحاجه دي احنا بنستخدمها ونجيبها بسعر رخيص، انا احب ادخور وراها واعرف بتتجاب منين وازاي. فاللي انا جايبه لكم ده كنز محدش بيقوله لكم خالص، محدش بيجي يقول سر المهنه لحد يا شباب. فانا عايز اساعدكم لو انتوا في مقتبل العمر ومعاكم راس مال صغير، مش لازم 1000 2000 500 800 اللي معاك ابدأ بيه. المهم انك تبدأ، مش كده ال1000 او القرش اللي معاك ده هيتصرف، هتنزل تخرج بيه مع اصحابك، هتجيب هدايا للبت بتاعتك، هتروح تضيعه في لبس، هجيب لك كوتشين 3 ولا طقمين، هيضيع صح؟ لا جرب، مادام هو كده هيضيع اشتري يا عم الحاجه وجرب. خسرت فانت حاولت سعيد، النتيجه دي على الله سبحانه وتعالى. المهم ان انت عليك السعي. كسبت معاك فانت اتنقلت نقله تانية. ليه؟ لان انت في ظرف سنه بالظبط من الحركات والتنطيط اللي انت بتعمله ده هتلاقي نفسك بتلجأ انك عايز تفتح محل موبايلات متكامل بقى، سماعات شواحن موبايلات صيانه. هيبقى مشروع حياتك اللي هيجيب لك اكل العيش بتاعك فيما بعد، واللي هيخليك راجل معاك فلوس فيما بعد ما توصل لل 25 سنه وال 30 سنه عشان تبدا تشوف حياتك. فاهم قصدي؟ فبالتالي اللي انا عايز اقول لك عليه فكر في اللي انا بقوله لك ده. فكره مشروع النهارده حلوه ولذيذه وبجد عجبتني جدا، فحبيت ان انا اعرضها عليكم. ولو انت اول مره تتفرج عليا يا ريت تدعمني بقى يا عم باشتراك حلو ولايك حلو كده. عايزين نوصل لل 10000 سبسكرايب قريب عشان خاطر فعلا انا بتعب جدا في المحتوى بتاعي. وبتمنى ان تكون الحلقه جميله وفادتكم يا شباب، وشير كده مع اصحابكم عشان خاطر فعلا فكره مشروع النهارده جميله ولذيذه كده. وبجد بجد بجد يعني اتمنى ان انا اشوفكم كويسين يا شباب، وربنا يا رب ما يحرمكم لحد ابدا، وربنا ان شاء الله يفرح قلبكم كلكم. وبس اشوفكم الحلقه الجايه على خير يا شباب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.